نعم. واحدة أخرى. تفضل. إذا سيدي الفاضل، تفضل. نجاح هذا المهرجان لابد له من أسباب، ومن ضمن الأسباب مثلا دعم مثل هذه الاحتفائيات ومثل هذه المهرجانات. هل لكم من تفضل. يقال شجرة الفن لا تثمر إلا إذا سقتها مياه التشجيع، التشجيع الأدبي والتشجيع المالي. التشجيع الأدبي يرفع المعنويات، يقوي العزائم، يرفع الهمم، يقوي الإيمان بالقدرات، ولكن كل هذا جميل، والأجمل أن يقع تدعيمه بالمال، فالمال قوام الأعمال. وهنا حظيت عمادة الوديان بدعم من السيدة والية نابل والسيد معتمد منزل تميم الذي تعود له إداريا هذه العمادة، وشرفنا البارحة وألقى كلمة الافتتاح. كذلك السيد كاتب عام البلدية وكل السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للثقافة على رأسها السيدة المندوبة. إذن من هنا نوجه الشكر لكل هؤلاء، وهذا تعبير صادق على إيمانهم بأن الوديان قادرة أن تحتل المكان المرموق اللائق بها ضمن مجموعة العمادات التي نظمت أسابيعها أو مهرجاناتها الثقافية الصيفية على غرار لبنى وعلى غرار سقالبة وعلى غرار منزل الحر وغيرها من العمادات. فهنيئا للوديان بمهرجانها، وهنيئا للوديان بأهاليها، وهنيئا للوديان. نعم. فيما يتعلق بالمشاركين من الشعراء من مختلف، أعتقد من مختلف نعم، من مختلف البلدان الشقيقة. نعم. مثلا كالجزائر وليبيا. نعم. هل تفضل. هل جاءكم نخبة من الشعراء من هذه؟ بطبيعة الحال أكيد زار الوديان نخبة من شعراء ليبيا، من بينهم الشاعر الكبير علي العزامي، وجاء مشكورا وقطع 777 كيلومتر من أجل إدخال البهجة والفرحة على أهالي الوديان، وأسس السهرة الشعرية البارحة بأجمل القصائد. كذلك مجموعة من الشعراء والشواعر من الجزائر الشقيقة، لا أستحضر أسمائهم جميعا، أذكر الشاعرة وردة وعدد لا بأس به من الشعراء الممتازين من الجزائر. والناس ضحوا، يعني دفعوا المال، مالهم الخاص، وضحوا بالتعب، وكانت لأهالي الوديان الكرماء يعني لمسة ممتازة. وهذا ليس بالغريب على أهل الوديان، حيث وفروا المأكولات ووفروا المياه ووفروا كل ما يلزم من حسن الوفادة وكرم الضيافة. ونزيد نجد شكرنا لكل السلطات المحلية والجهوية على دعمهم إلى هذا المهرجان الذي ينمو شيئا فشيئا ويصبح مغاربي، ولما لا يصبح في يوم ما عربي. عفوا. فيتني من واحد السؤال راح نقول لك، يعني هل ترى هذا المهرجان أكيد بحول الله، وقد أجبتك. عايشك.